فإحنا دلوقتي بنتكلم في المحاور بتاعتنا. عندنا سوق العمل، أقسام المعامل أو مهام مهندس المعمل، أهم الكورسات المتخصصة اللي هنتكلم فيها. طيب، أول حاجة معايا في سوق العمل، سوق العمل ده بينقسم لثلاث حاجات: إما مكاتب استشارية. المكاتب الاستشارية دي عبارة عن قسمين: قسم مكاتب استشارية جيولوجية ومكاتب استشارية هندسية. المكاتب الاستشارية الجيولوجية أو الجيوفيزيائية اللي هي بيكون اللي ماسكها أو القائم عليها دكتور جيوفيزيائي. دكتور جيوفيزيائي هو القائم عليها وهو اللي بيرخص المكتب باسمه، أو دكتور جيولوجي. بيعمل إيه؟ بيعمل الشغل الجيوفيزيائي كامل، من مسح جي بي آر او شغل الهيدرولوجي برضو بيشتغلوا. بيشتغل الشغل اللي هو بتاع الريموت سينسنج، الكتريك ريزستيفيتي، الكلام ده كله. المكاتب الاستشارية الجيوفيزيائية او الجيولوجية هي اللي بتشتغل الشغل ده. طيب، المكاتب الاستشارية الهندسية هي بتكون عبارة عن معمل مختبر. المختبر ده بيتم فيه إجراء كل الاختبارات الخاصة بالتربة، الخرسانة، الأسفلت، على حسب. وفي معامل متخصصة على فكرة برضو، زي مثلا في مكتب اسمه مكتب هليوبلس، ده مكتب استشارات هندسية تبع الدكتور حسام حسن. ده أستاذ في جامعة بنها في كلية الهندسة. ده متخصص في الخرسانة. ده مكتب متخصص في الخرسانة. وفي مكاتب عامة زي مثلا مكتب السي ال، ده مكتب متخصص في كله: تربة، خرسانة، شغال برضو أعتقد شغالين أسفلت. ده مكاتب هندسية شغالة في الحاجات دي كلها. فإحنا المكاتب الاستشارات الهندسية ده بيستعين بيها الشركات اللي ما عندهاش معامل إن هي تقوم بعمل الاختبارات اللي موجودة أو اللي هتتم عندها. هل لازم يعمل الاختبارات؟ لازم يعمل الاختبارات. ليه؟ لأن بيكون في عقد ما بينه وبين المالك للمشروع، هو بيطلب منه إن هو يعمل الاختبارات، وبناء عليها بيقيم جودة الأعمال. احنا بنشتغل في فرع اسمه الكيو سي. الكيو سي ده اللي هو الكواليتي كنترول، التحكم في الجودة. التحكم في الجودة، جودة الأعمال، سواء تربة، سواء خرسانة، سواء أسفلت. ساعات بنشتغل على الانترلوك، ساعات بنشتغل على البلاط، ساعات بنشتغل على البلدورات. الحاجات دي كلها ساعات بنقيم الجودة بتاعتها على حسب الشغل المطلوب. ساعات بنشتغل طوب في محطات بتصنع طوب، وفي ناس زمايلنا بيشتغلوا كواليتي كنترول على الطوب. يختبر جودة الطوبة، يصمم الخلطة بتاعتها. بيقوم بكل حاجة، كل حاجة في شغل الطوب. اللي أقصد بالطوب، الطوب الأسمنتي، مش الطوب الطفلي. الطوب الطفلي ده وضع تاني، احنا ملناش علاقة بيه. احنا بنتكلم على الطوب الأسمنتي اللي هو بيتكون من سن وأسمنت والطوب المصمد. ده بالنسبة للمكاتب الاستشارات الهندسية، سواء جيولوجية سواء هندسية. حد عنده تعليق على الجزئية دي؟ طب يا هندسة، معمل الخامات ده بيبقى ايه؟ معمل الخامات تبع شغل ايه؟ طيب، ما الخامات دي كتير. في خامات محاجر، وفي شركة خامات مصانع. تبع ايه؟ تبع شركة سيراميكا كليوباترا. اه، زي ما انا قلت، ده خامات محاجر. ده بيجي له خامات شركة، زي ما انت عارف السيراميك بيتكون من خامات طبيعية بتيجي زي الطفلة، زي الكولينة، زي الحاجات دي كلها بتدخل في صناعة السيراميك. المحاجر بتورد للمصنع، وبيكون في جيولوجي أو كيميائي موجود في المعمل بتاع الخامات دي، بيستقبل الخامات اللي جاية دي ويبدأ يشتغل على الخام، يشوفوا مدى النقاء بتاعه، هل هو اكسبتد للمواصفات اللي ينفع يشتغل بيها في السيراميك ولا مش اكسبتد. ده بالنسبة لمعمل الطفلة بتاع السيراميك. وتقريبا في مصنع واحد اللي حاليا اللي بيطلب ناس في الكلام ده كله، واعتقد المرتبات بتاعته مش ما هياش مجزية. كل اللي بيروح بيسيبه تاني. تقريبا مصنع كيلوباترا باين. اه، انا عاوز بس اساعدك، اللي هو يعني نفس شغل الاستشارات، صح؟ لا، لا، ملوش علاقة خالص بالاستشارات. الاستشارات ده اختبارات بتتم على التربة، سواء معملية
أو حقلية. يعني إيه حقلية؟ يعني أنت دمجت تربة في الموقع مثلًا وعايز تاخد اختبار عليها، ده حقلي. لكن بتاع الخامات ده كل اللي بيعمله إن أنت جايب له خامة، أنت كمقاول بتورد للشركة دي خامة الكولينة مثلًا، هو عنده المواصفات بتاعة الخامة بتاعة الكولينة، وعنده الاختبارات اللي يجريها على الكولينة يكتشف أو يعرف منها مدى جودة الكولينة دي. فيبدأ إن هو يعمل الاختبارات بتاعته المعملية، ومالوش علاقة أصلًا بالجبل، ومالوش علاقة بالحقل، ومالوش علاقة بالاستخراج، مالوش علاقة بالمحجر نفسه، مالوش علاقة بالكلام ده. هو ليه علاقة بمواصفات سيراميك محتاج الخامة دي بمواصفات معينة، خامة الكولينة أو خامة الطفلة دي بمواصفات معينة، بيقيس المواصفات دي على الخامة اللي في إيده، يقول accepted أو not accept. حلو كده؟ لكن الاستشارات الهندسية أو اللي إحنا بنتكلم فيه تربة، خرسانة، أسفلت. حلو كده؟ التربة بتشمل حاجات كتير، خد بالك، بيدخل فيها سن، بيدخل فيها رمل، بيدخل فيها طفلة، بيدخل فيها تربة حمراء، بيدخل فيها الزلط، بيدخل فيها حاجات كتير، أنواع تربة كتير، بيدخل فيها الدولومايت، بيدخل فيها الحجر الجيري، حجر البازلتي، زي اللي كانوا بيجيبوا من سن عتاجة، بيدخل فيها حاجات كتير. تمام. لكن اللي هو بتاع السيراميك ده الخامات اللي بتدخل في السيراميك فقط لا غير، ملوش علاقة بالموقع، ملوش علاقة بالحقل، ملوش علاقة بالمحجر نفسه، هو ليه علاقة بالمعمل بتاعه وباختبارات اللي بتتم على المحجر بتاع، على الخام اللي جاي. تمام الحتة دي ولا لسه في لبس؟ لأ تمام فهمت تمام. تمام. المكان اللي بعده اللي بيتوفر فيه برضو، او اللي بيدخل فيه مجالات العمل بتاعتنا، اللي هو شركات المقاولات. شركات المقاولات دي بتتقسم معانا لحاجتين. حلو كده. نسيت اقول لكم المكاتب الاستشارية اسهل مكان تبدأ بيه. اسهل مكان تبدأ بيه اولا مرتباتهم قليلة، فبيطلبوا خبرة قليلة. تمام. وفي نفس الوقت يعني لما بييجوا ينزلوا الناس الموقع بتنزل بعدد كبير، فبيكون معاك ناس كفاية ان هي خبرة كفاية ان انت تتعلم على ايديها، وفي نفس الوقت ان انت تأدي. هم حاطينك من الاخر عدد في الموقع. معاك مثلا 3 4 خبرة، لكن بيجيب برضو 3 4 مش خبرة، بحيث ان هم عدد مش هيكلف عليه، وفي نفس الوقت انت بتتعلم. فده بالنسبة للمكاتب الاستشارية، هو ده أسهل مكان تبدأ فيه، اللي هو المكتب الاستشاري. طيب ندخل على اللي بعد كده، شركات المقاولات. شركات المقاولات نوعين من الشركات، إما شركات إنشائية أو شركات طرق. الشركات الإنشائية ساعات بيكون موفرة معامل موقعية للشركة نفسها، هي بتكون عاملة المعمل بتاعها بيكون موجود، بيكون مجهز بكل الأجهزة بتاعته. زي مثلا المقاولين العرب. المقاولين العرب عندها منظومة معامل كاملة، عندها إدارة للمعامل كاملة، إدارة منفصلة عن الشركة كلها. ده بالنسبة للمقاولين العرب، أو شركة كبيرة وشركة بتاخد شغل كبير. شركة بتروجيت عندها المعامل بتاعتها، بدأت تعمل الكلام ده حديثا، لكن لسه ما عندهاش المنظومة كاملة، وفي نفس الوقت لسه ما عندهاش معامل مركزية ولا إدارة منفصلة عن بقية الشركة. لكن المقاولين فيها الكلام ده كله. أعتقد أوراسكوم ممكن يكون فيها، لكن مش متأكد. ده بالنسبة لشركات المقاولات. قليل برضو اللي بيكون في شركات المقاولات، لسبب لأنه هو لما بيجي يشتغل بيكون عنده حاجتين بس، إما تربة وإما خرسانة. الخرسانة في الغالب المحطة بتوفر المعمل، والتربة في الغالب العميل بيكون طالب سيرد بارت، فبيجيب مكتب استشاري يكون هو يعمل الاختبارات دي ويطلع له تقارير. ليه؟ لأن العميل أو مالك المشروع عايز جهة خارجية تقول له الراجل ده أنا كمقاول عملت الشغل. طب أنا لو جبت المعمل بتاعي والمختبر بتاعي يقول إن الكلام ده تمام والكلام ده والشغل ده زي الفل، ممكن ألعب في النتائج. فالمالك بيشرط عليا في التعاقد بتاعي وبيديني فلوس الكلام ده، بيقول لي تجيب لي حد جهة خارجية بنسميها في يعني بلغة الشغل سيرد بارتي.
طرف ثالث زي ما بنقول. ده مهمته ايه؟ ان هو ويتنس على الاعمال اللي احنا بنقوم بيها كمقاول، بيختبرها ومنه للمالك، بيقول له والله الناس دي تمام، الناس دي زي الفل. المالك ده ممكن يكون متمثل في استشاري هو جايبه ليه، مش لازم المالك مباشرة يعني. ندخل على الجزء الثاني وهو شركات مقاولات الطرق. ده بنسبة 98 أو 95% عندهم معاملهم بتاعتهم. ليه؟ لأنه هو أولا متواجد في منطقة، بيكون متواجد في منطقة صحراوية، فمش من السهل إن هو يجيب مكتب استشاري خارجي هيعمل عليه تكلفة عالية عشان يجيبه في طريق، مثلا في الضبعة ولا في العوينات ولا في الدخلة ولا طريق أسيوط ولا الكلام ده كله مش سهل عليه. بيجيبوا ساعات لما يكون العميل هو اللي شرط عليه. طيب، شركة المقاولات بتاعة الأسفلت دي كل يوم عندها تراب، ردم أو قطع أو إحلال أو طبقات سن أو طبقات فرمة، اللي هو طبقات التأسيس بتاعة الأسفلت اللي تحت الأسفلت. فكل يوم عندها اختبار، تكلفة عليها إنه يجيب معمل خارجي أكتر من إنه يأسس معمل ليه يكون ماشي معاه ثابت بتاعه. فبالتالي بيأسس المعمل بتاعه ويكون عنده الاستاف بتاعه هو من فنيين ومهندسين معامل وقسم كواليتي، بحيث ان هو يكون هو يعني اللي ماسك زمام الامور. العميل ممكن زي ما قلنا ما يقبلش بالكلام ده ويطلب سيرد بارت، وساعتها هو بيدفع فلوسه اللي هو المكتب الاستشاري الخارجي. تمام كده؟ لسه في عن حد عنده سؤال في الحتة دي؟ طيب نكمل. سوق العمل رقم 3 معانا وهو المحطات، سواء محطات الخرسانة أو محطات الأسفلت. محطات الخرسانة أو محطات الأسفلت قائمة بشكل أساسي على المعمل، على المختبر، قائمة بشكل أساسي على المعمل والمختبر. مدير المحطة لا يملك من أمر المحطة شيء سوى إن هو يرتب الصبة أو يرتب العربيات أو يرتب السواقين أو يشوف يصين محطاته أو الكلام ده كله. لا يملك إنه يطلع متر بدون ما يرجع لمهندس المحطة أو مهندس المعمل. بدون ما يرجع لمهندس المعمل لا يملك إنه يطلع متر خرسانة أو متر أو طن أسفلت، ان الخرسانه بنعملها بالمتر المكعب لكن الاسفلت بنعمله بالطن. لا يملك انه يطلع متر خرسانه ولا طن اسفلت من غير ما يرجع للمعمل. ليه؟ لان المسؤول الاول والاخير عن جوده الخرسانه هو المعمل، المسؤول الاول والاخير عن جوده الاسفلت هو المعمل، المسؤول الاول والاخير عن نسب الخلط اللي داخله في خلط الخرسانه وخلط الاسفلت هو المعمل. فالمسؤول الأول والأخير المعمل، فما يقدرش هو يتحرك من دماغه ولا يقول. لذلك دور المعمل هنا دور محوري، دور محوري. ليه؟ لأن أي هفوة أو أي غلطة بفلوس، أي هفوة أو أي غلطة بفلوس مش ببلاش. فبالتالي مدير المحطة نفسه ما يقدرش ان هو يحرك اي عربية او اي تريلا محملة غير بأمر المعمل. ان المعمل يقول العربية دي تمام تطلع، العربية دي مش تمام ما تطلعش. بناء عليه، بناء على اختبارات بيقوم بيها الفنيين بتاعة المعمل. بعد كده مهندس المعمل بياخد الاختبارات دي يقيم النتائج بناء على مواصفة مشروع او الكود. هنتكلم في الموضوع ده برضو قدام، موضوع هو بيقيم على اساس ايه وهو دوره ايه، ايه دور مهندس المعمل اصلا في المعمل، اللي هو دور الجيولوجي او بس هو لغة السوق مهندس معمل. تمام. فهو دوره هنا دور محوري، دوره محوري من قبل الخلطة ما تتصمم، اللي هو الماتيريال وهي جايه له، السن، الرمل، الاسمنت، البوتومين، البودرة في محطات الاسفلت والبوتومين في محطات الاسفلت. يقيمهم ويقيم الجودة بتاعتهم ويقبل او يرفض الحاجات دي كلها، لانها لو داخل الحدود هيقبلها، بره الحدود هيرفضها في التقييم بتاعه. بعد كده يبدأ ان هو يخش معاه تصميم الخلطة.
مش كل المحطات او مش كل الناس بتصمم، لان ده اصعب جزء في الموضوع كله. فساعات كتير الشركات بتلجأ لمكاتب استشارية بحيث ان هي اللي تصمم الخلطة، ويبقى دور المعمل اللي موجود بس اختبارات مش اكتر من كده. فبيدخل معاه في تصميم الخلطة بعدين لغاية ما يطلع الخرسانة من المحطة وتوصل للعميل بتاعه. كده هو دوره انتهى. أول ما توصل للعميل ويستلم بالمواصفات بتاعته، هو كده دوره انتهى. عدى وقتها بردت معاه، درجة حرارتها قلت بعد ما وصلته وهو استلم، ما يخصنيش في حاجة. ده بالنسبة لسوق العمل اللي بنشتغل فيه. حد ليه تعليق او ليه مشكلة في اي حاجة في اللي احنا قلناه، عشان ندخل على حاجة تانية، محور تاني. معلش يا هندسة، هو الخرسانة اللي هي بتاعت الأسفلت بتتكون من بيتيومين ماشي وبودرة مم. وفاين ساند وفيري فاين ساند ماشي. والبودرة دي بتكون عبارة عن جبس، تمام. وكده أنا ذكرت 4 حاجات. في مكون أخير مثلا اللي هو سن معلش، رقم. انت بتسأل اه ولا اه ولا بتقول لي معلومة؟ يعني الاتنين مع بعض. طيب بص يا سيدي، ال الاسفلت بيتكون من حاجات اساسية زي البوتومين، سن بس سن ناعم مش سن خشن زي بتاع الخرسانة. أكيد أكيد اه. تمام. ورمل تكسير، حاجة اسمها رمل تكسير، مش الرمل بتاعنا، مش الرمل العادي، هي مش الرمل اللي فاين هو اه. رمل تكسير. ده بيبقى تكسير، عارف انت الصخر لما بيجي يتكسر بيمر على حاجة اسمها سرندات. السرندات دي زي المناخل كده، تمام، سيف بتنزل سيف احجام اه. معينة. اه ايه، سيف سيف بس سيف اللي هو زي سيف كده، تلاتة اه. على بس تمانية هم عشان حاجات وشفت. أنا كبيرة شفت فبيسموها الحاجات دي. سرندات. فبينزل كسر ناعم تحت السرندات دي، من تحت الكسر الناعم ده بيدخل معانا في الاسفلت. بعد كده البودرة، يعني انت عندك بوتومين، سن، كسر. انا بكلمك بلغة السوق مش بلغة الكتاب، حلو كده. بيدخل معاك البوتومين، السن، وبعد كده اللي هو رمل التكسير، وبعد كده البودرة. دول الاربع مكونات اللي بيدخلوا معاك في صناعة الاسفلت. هو في مكون خامس بس مش فاكر هو كان ايه. كان عبارة ايه هو عن المكون الخامس؟ مم. زي رمل مساعد او بودرة مثلا عبارة عن جبس بص، كده. موضوع الرمل المساعد ده بيضيف الرمل العادي بتاعنا ده، بس لما يكون التدرج بتاع رمل التكسير فيه مشكلة، لأنه بيشتغل على تدرجات ناعمة جدا. فلو هو عنده مشكلة في التدرج بتاعه بيبدأ يضيف شوية من الرمل العادي. لكن لو هو الاسفلت التدرجات ده بتاعته، خرسانة بس لا يعني مش تبع خرسانة. الطرق. الأسفلت مش خرسانة. يعتبر خرسانة بس بتضاف لا ما عليه يعتبرش هيدروكرب. خالص، ما يعتبرش خالص. أولا الأسفلت مادة إلاستيك مش مادة صلبة. الخرسانة مادة صلبة، حلو كده. الخرسانة بتتحمل ضغط لكن ما تتحملش شد، حلو كده. الأسفلت نفسه بقى، الأسفلت فيه إلاستيسيتي يعني جزء من المطاطية، بحيث إن هو يكون في طراوة تحت الحاجات اللي ماشية عليه. ما يكونش صلب، لانه لو صلب بالصلابه اللي هي يتكسر. لو صلبت الخرسانه يتكسر. احنا عندنا دلوقتي بيعمل حاجه اسمها طرق خرسانيه ملهاش علاقه بالاسفلت نهائيا، حلو كده. بيجيب الفنشر اللي زي الفنشر بتاع اللي هو اللي بيرصف الاسفلت ده، بيجيب فنشر زيه كده وبيعمله، بس بيعملوا خرسانه، ما بيعملوش اسفلت. عشان التريلات الكبيره، لو مشيت عليه ومشيت على الاسفلت هتحس الفرق. في الردة بتاعت العربية وانت ماشي عليه. واصلا هو اتعمل دلوقتي في الطريق الشرقي بتاع اسمه ايه، الطريق الشرقي بتاع اسيوط.
الطريق الغربي يا رب، الطريق الغربي بتاع اسيوط معمول خرسانه، مرصوف خرسانه. حلو. روح اتفرج عليه وشوف كميه التكسير اللي فيه والتشريخ اللي فيه. انت تمام. فاهمني؟ الخرسانه مش هي الاسفلت نهائيا، ده حاجه وده حاجه تانية. بس أنا رحت تدريب مم. في المقاولين وكده، يعني حلو. بسترجع معلوماتي في ما الشرح عنديش وكده. مشكله، طب قول لي اللي عندك. هو كان من 5 مكونات بس مش فاكر آخر مكون كان في هوا يعني. طيب؟ اه هوا. في هوا. اه في نسبة طيب هوا. ماشي. بس طيب هو هو ده يعني الهوا. هو في يعني هو مم. بيقعد يفاضل ما بينهم، هو بيقسمهم خمسات يعني بالتساوي. بعدين يقعد يفاضل ما بينهم لغاية ما مشيت اكسل طبعا يعني، مش او باي حتى لو ممكن اي اي الجوريزم عشان عشان يوصل يقعد. لأفضل تصميم عنده. اه بالظبط. صح كده؟ اه. عشان يوصل ويطلع أفضل تدرج عنده. صح كده؟ هو يعني مشكلته مثلا كلها لو عايز بتبقى في يزود في التدرجات. الالاستيسيتي يزود بتيومين وياخد يزود أيوه. ويقلل مثلا رملة كده يعني. ما أنا عايز بقول لك، يزود الدكتيليتي يقلل بتيومين ويزود من المركبات الصلبة اللي جوه يزود سن، يزود رمل تكسير، يزود بالظبط. الحاجات دي اه كلها. أيوه تمام، مفيش مشكلة. عايز يزود الامتصاص بتاعه يزود بودرة عشان يمتص بوتومين معاه. عايز يقلل بالظبط الامتصاص يقلل البودرة عشان يزود الكلام ده كله. كده يعني. ماشي. ما انا بقول لك الخرسانه غير الاسفلت. الخرسانه غير الاسفلت. الخرسانه صلبه، لكن ال الاسفلت ما هوش صلب. الاسفلت فيه الاستيستي معاك، ما بيكونش. ما يعني انت مثلا ما بتقيسش مقاومه الاسفلت. يعني انت ما بتاخدش مثلا سلندر او ما بتاخدش كيوبز من الاسفلت وتبدا تقيس المقاومه بتاعته. انت ممكن انت تعمل كده مع الخرسانه. ليه؟ لان انت عارف ان مم. هي صلبه تتحمل ضغط. تمام. آه. لكن انت لما بتصمم الاسفلت بتصممه بنفاذيه وبرمابيليتي ونفاذيه وبرمابيليتي ونفاذيه، وبتصممه باللي هو نسبه دمج. اللي مم. هو الفراغات، عندك فراغات قد ايه، نسبة فراغات بين الحبيبات قد ايه. برضه. مم. تمام. لكن الخرسانة لما بتصممها بتصممها بنسبة اجهاد، ما بتصممهاش بنسبة فراغات. مم. حلو كده. طبعا الخرسانة بيدخل فيها الهواء برضو. الخرسانة فيها هواء، مش هقول لك ما فيهاش هواء، لازم يكون فيها نسبة هواء تتراوح لغاية 3% في الخرسانة العادية، ولو بتشتغل لايت ويت كونكريت بتوصل معاك لغاية 6%، ما فيش اي مشاكل. انت فاهمني؟ لو انت شغال لايت ويت كونكريت. لكن انا بكلمك على الاسفلت. الاسفلت غير الخرسانه. الاسفلت الاستيستي، لكن الخرسانه صلبه هارد. هارد كونكريت بتشتغل كومبريسيف سترينث عشان تجيب الاسترينث بتاعك. انما في الاسفلت انت بتشتغل تشوف نسبه الفراغات اللي عندك عشان تطلع نسبه البروزيتي اللي موجوده في العينه بتاعتك، عشان تشوف نسبه الدمج اللي حصلت للعينه زيها زي التربه. تمام. تمام. مثلا وصل. طب والشهادة الايزو هل بيتأثر قوي معايا؟ الايزو 17 025 وال 9001. حلو. خلي كل حاجة في وقتها. احنا في الآخر هنتكلم عن الكورسات دي، ما تقلقش. تمام. تمام. في حد عنده سؤال في الحتة دي ولا نكمل؟ بالمناسبة كان بيدينا مهندس كان بيشتغل في جنوب أفريقيا لمدة 20 سنة تقريبا، مم. وجاي يشتغل هنا لو تعرف. كان شغال فين، في المقاولين يعني؟ اه. لا أنا ما اشتغلتش في المقاولين خالص، أنا في بتروجيت يعني. ماشي. نكمل. ماشي. بعد كده هندخل على أقسام المعامل.
اتكلمنا من شوية قلنا ان احنا عندنا في حاجات فيها معامل متخصصة زي شركات المقاولات ساعات بيكون فيها معامل متخصصة، او اكتر حاجة فيها معامل متخصصة المحطات. فلو هنتكلم عن اقسام المعامل هنقول مثلا معمل زي معمل الخرسانة. اول حاجة معمل الخرسانة ده لازم يكون موجود فين؟ في محطة الخرسانة. بيعمل ايه؟ او هتلاقيه كامل في محطة الخرسانة. يعني هو ممكن تلاقيه في موقع، مش هتلاقيه كامل، انت هتلاقي بس الاختبارات الحقلية او الموقع اللي في الموقع، لكن الاختبارات المعملية مش هتلاقيها متوفرة عنده. زي مثلا جهاز فيكات مش هتلاقيه، نعومة الاسمنت، امتصاص، وزن نوعي، كثافة، الكلام ده كله مش هتلاقيه. انت ممكن تلاقي عنده مثلا اختبار سلامب، اختبار حرارة، ممكن تلاقي عنده حوض معالجة بحيث ان هو يعالج المكعبات اللي ياخدها، مكنة تكسير مكعبات، لكن مش هتلاقي عنده الحاجات اللي هي السيف، الكلام ده كله، الحاجات اللي هي بتشتغل قبل الخلط اللي هي بتستقبل الماتيريال اللي جايه له. طيب ايه مهمة معمل الخرسانة ده او المعمل المتوفر في المحطة ده؟ اول حاجة مهمته تصميم الخلطة الخرسانية. ده أول مهمة ليه. أول حاجة ده مهمته إن هو يختبر المواد دي بحيث إن هو في الآخر يصمم لي خلطة خرسانية. أنا والله عايز خلطة محتوى 400 أسمنت، إجهاد مثلا 350 أو 300. 300 دي معناها 300 كيلو جرام على السنتيمتر مربع. يعني الحمل اللي هحمله او الحمل اللي يستحمله السنتيمتر مربع 300 كيلو جرام. حلو كده. فالمعمل ده هو اللي بيصمم لي الخلطة الخرسانية. زي ما قلنا في معامل ما بتصممش، بيرجع للمكتب للاستشاري هو اللي بيصمم الخلطة الخرسانية، وده بيبقى بناء على رغبة العميل لأنه عايز خلطة معتمدة من مكتب استشاري خارجي عشان حد يتحمل المسؤولية بتاعة التصميم ده، لأن مش أي حد يصمم خلطة. الموضوع محتاج خبرة، ممارسة، بالإضافة لعلم. يعني علم وخبرة وممارسة، الموضوع مش بسيط. العلم ان انت تبقى عارف ازاي تصمم الخلطة، الخبرة ان انت تبقى مريت على انواع من السن ادتك اجهادات معينة بحيث ان انت طلعت الاجهاد باقل تكلفة. لان انا ممكن مثلا اصمم خلطة خرسانية اجهادها 300 باسمنت 350، وممكن اصمم خلطة خرسانية باجهاد 300 باسمنت 400 كيلو جرام. ايه الفرق؟ الماتيريال اللي انا شغال بيها. فانا ممكن والله اروح لاستشاري يغرقني ازاي؟ يقول لي لا يا عم انا مش هشتغل غير 300 ب 400 اسمنت. يا عم انا جايب لك سن عتاقه، حاجه محترمه، سن سنايه بذلت، حاجه تشيل كسر زلط ابن لذينه، ما فيش بعد كده. يقول لي لا انا اشتغل في السيف سايت، ابص الاقي اجي اكسر ال 300 على 7 ايام الاقيه معدي ال 100%، او اجي اكسر ال 300 بعد 28 يوم الاقيه جايب اجهاد 500 ولا معدي ال 500. فانا دلوقتي تصميم الخلطة مش بس ان انا اطلع الاجهاد، لا ده انا اطلعه بالتكلفة، باقل تكلفة بالماتيريال اللي موجودة معايا. ممكن ان انا هو متعود مثلا او قلبه جامد الاستشاري، متعود ان هو يصمم الخلطة 350 300 اجهاد ب 350 اسمنت، بس انا جايب له سناية حجر جيري ما تستحملش، مش هتستحمل، مش هتجيب الاجهاد مع الاسمنت القليل ده. فاقول له طب زود شوية اسمنت. لا انا هشتغل كده. يقول لي لا طب اشتغل ايه؟ 370 اسمنت. طب ليه؟ انا عايز اجهاد 300 اشتغل 400. لا انا عايز كده. تيجي بعد كده تشتغل، ممكن تجيب معاه في المعمل، ممكن تجيب معاه في التصميم، لكن في الشغل اثناء الاعمال انت عندك الحاجة اللي بتورد لك او العرق اللي بيورد لك منه او او المكنة اللي شغالة اللي هي المحطة اللي شغالة دي،
ساعات ممكن تفلير، مش لازم ان هي تطلع لك الاكيورسي بتاعها يبقى 100%. طبيعي الكفاءة بتاعتها هتقل اثناء الشغل. لو انا بصب مثلا 3000 متر، 10000 متر، 5000 متر، طبيعي في النص تقع. فانا لازم كاستشاري عندي خبرة، او كواحد بصمم خلطة خرسانية عندي خبرة وعندي العلم وعندي الكفاءة، لازم احط الكلام ده كله في اعتباراتي، ان انا ما اجيش بعد كده الدنيا تقع معايا، ما اجيش بعد كده الاقي عرق اتغير ولا حاجه الدنيا تقوم واقعه في النص. الجا بعد كده لاختبارات بقى متلفه واختبارات غير متلفه والكلام ده كله. فانا لازم يكون اللي بيصمم الخلطه ده على علم وعلى كفاءه، ويكون على علم وكفاءه، وخبره، متمرس في الموضوع. فالموضوع مش سهل، موضوع التصميم ده مش سهل. بعد كده المعمل مهمته اختبار المواد اللي بتدخل. طبعا احنا اتكلمنا في الموضوع ده من شوية، وقلنا ان الرمل اللي داخل لك هيتعمل له اختباراته، السن اللي داخل لك هيتعمل له اختباراته. آه بعد كده هتعمل اختبارات على الخرسانة الطازجة. انا صممت الخلطة وكنت عامل الاختبارات بتاعتي، والسن بتاعي تمام، المية تمام، المادة تمام، الدنيا دي كلها تمام. والله ايه، ابدأ خلط، يعني خلط الخلطة وطلع لي انا محتاج مواصفات معينة في الخلطة دي. بقيمها بعدة اختبارات، زي الحرارة، زي الاسلام، زي زمن الشك مثلا. الخرسانة دي هتشك معايا بعد قد ايه، زي التشغيلية بتاعتها، زي الإجهاد بتاع الخرسانة. وده بتدخل في اختبارات الخرسانة الطازجة. بعد كده اللي هو المكعبات دي اختبارات الخرسانة المتصلدة. يبقى احنا بنعمل تصميم الخلطة، اختبارات المواد اللي بتدخل في صناعة الخرسانة، اختبارات الخرسانة الطازجة، اختبارات الخرسانة المتصلدة. بعد ما تخلص بعد ما تعدي عليها ال7 أيام وال28 يوم بتاعتي، أبدأ أكسر المكعبات وأشوف الإجهاد بتاعي. وبعد الكلام ده كله يبدأ مهندس المعمل ياخد النتائج دي من الفني اللي موجود معاه في المعمل، ويقيم النتائج دي ويعملها في تقرير، ويكتب هل هي accepted أو not accept. بناء على إيه؟ بناء على مواصفة المشروع اللي بيكون الاستشاري حاططها according to، طبقا ل استم معين، استم اللي هو الكود الامريكي، او كود معين زي الكود المصري او الكود البريطاني، او حتى الكود الالماني زي ما بيشتغلوا في حاليا في القطار المكهرب. بيشتغلوا في حاجات بيشتغلوها كود الماني، اللي هو زي جهاز الدي بي ال اللي هو دايناميك بليت لود، ده بيشتغلوا في التربة طبقا للكود الالماني. ده بالنسبة لمعمل الخرسانة. حد عنده سؤال في المعمل ده؟ طب حد عنده تعليق أو سؤال على الصور اللي محطوطة دي؟ يعني مش عارف الصورة دي بتاعت إيه أو بتعمل إيه أو الكلام ده كله. طيب ندخل على المعمل التاني معانا، وهو معمل الأسفلت. معمل الأسفلت زيه زي معمل الخرسانة في طريقة الشغل. برضو بيعمل تصميم الخلطات الأسفلتية. تمام، بيختبر المواد اللي داخلة في صناعة الأسفلت، بيختبر الأسفلت بعد ما يتخلط. خلاص أنا صممت الخلطة، خلاص اختبرت المواد قبل ما تتخلط، بدأت أخلط. يبدأ إن هو يختبر الأسفلت بتاعه دوت الطازج ده، بحيث إن هو يشوف هل المكونات بتاعته تمام، هل التدرج بتاعه زي الفل، نسبة البتومين اللي حاططها 100، نسبة المواد الناعمة تمام، هتقفل معايا المسام وهتديني درجة الدمك اللي أنا محتاجها، ولا هيبقى عندي مشكلة. درجة الحرارة اللي طالعة، طبعا الأسفلت بيكون طالع في درجة حرارة عالية جدا، ما ينفعش تقل. لو قلت الدمك بتاع، لو قلت عن 100 لو قلت عن 140 هتبدأ تدخل فيه مشاكل، ان هو هيبدأ ان هو مش هيندمج معايا، مش هيحصل التداخل ولا نسبة الدمك اللي انا عايزها هتحصل.
طيب ده بالنسبة للأسفلت. بعد كده يبدأ اختبار الأسفلت المتصلب بعد ما الأسفلت يندمج. برضو في اختبارات في الموقع بالنسبة للأسفلت اللي هو زي بس مش متعلقة بالأسفلت نفسه، هو متعلقة مثلا بالمادة الرش زي الام سي او الار سي اللي بترش على التراب قبل ما الأسفلت يتحط عليه. الأسفلت لما بيجي يتحط على الأرضية أو التراب، ما بتحطش على التراب على طول، في عربية بترش مادة كده، مادة بترولية بنسميها ام سي. المادة دي مادة لاصقة بتلحم الأسفلت مع وبتتغلل في الأول في المسام بتاعة التربة تقفلها، وبرضه بتدي نسبة لحام ما بين الأسفلت وما بين الإيه التراب اللي محطوط، إنه بحيث إن هو يلحم فيه. طيب المادة دي بنقيس نسبة أو كمية الرش بتاعي، بيسميه معدل الرش. بيحط باليتة كده على الطريق، والعربية وهي بترش بتعدي عليها أكنها بترش، وياخد الكمية دي يبدأ إن هو يوزنها ويشوف الوزن قبله والوزن بعده، ويبدأ إن هو وعنده كثافة، ويبدأ إن هو يحسب معدل الرش بتاعه. ده اختبار حقلي، زي مثلا لما احنا بنعمل مثلا ايه اختبار للإسلامب أو حرارة في الموقع للخرسانة، ده مقابل ليه يعني. برضو بنعمل قياس درجة حرارة في الموقع للأسفلت عشان نتأكد من آه درجة حرارة الأسفلت ده قبل ما نشتغل. طبعا اتكلمنا عليه وهو متسلط، بنبدأ إن احنا ناخد كور من الأسفلت، نبدأ نشوف نعمل له وزن نوعي، ونبدأ نشوف البروزيتي والبرمابيليتي بتاعته، ونشوف البروزيتي اللي موجودة فيه، ونبدأ نشوف هل النسبة وصل لنسبة الدمج المثالية المطلوبة المنصوص عليها لطبقة الأسفلت دي ولا ما وصلهاش. يعني أنا عندي أسفلت مثلا، ربطة أسفلت سطحية، كل حاجة لها نسبة دمج معينة لازم الطبقة توصل لها. عندي مثلا أسفلت مطارات، لازم نسبة الدمج فيه توصل درجة معينة أعلى من الأسفلت العادي اللي هو بتاع الطرق ده. لازم نسبة الدمج توصل لها بحيث ان انا اقول انا تمام، انا كده الدمج بتاعي جودته تمام زي الفل اكسبت بالنسبة لي، وبناء عليه طبقة الاسفلت دي مقبولة. وبناء على كلامك ده وبناء على تقريرك الاستشاري بيستلم الطبقة، ما يقدرش ان هو يقول ايوه تمام غير على مسؤوليته. يعني هو لو ما خدش تقريرك في الاعتبار ده على مسؤوليته، ما يقدرش يعمل كده او يتحمل مسؤولية حاجة زي كده. تمام. طيب حد عنده سؤال في معمل الاسفلت؟ طيب تمام، ندخل على المعمل اللي بعديه وهو معمل التربة. معمل التربة ده من المعامل اللي هي بسميها معمل جوكر. يعني ايه معمل جوكر؟ المعمل ده موجود في كل حتة. يعني انا لو عندي شركة مثلا مقاولات، فانا او مثلا عندي خرسانات، فانا لازم هيكون عندي تربة. عندي اسفلت، عندي شركة مقاولات طرق، عندي اسفلت، لازم هيكون عندي تربة. يستحيل ما يكونش عنده تربة. لو انا مثلا محطة اسفلت وعندي بطلع اسفلت، وانا برضو انا بشتغل الاسفلت ده فوق تربة، فطبيعي يبقى عندي المعمل مجهز تربة واسفلت. تمام يا جماعة، انتوا معايا ولا ايه؟ تمام. تمام. طيب معمل التربة ده ايه دوره او ايه هو بيعمل ايه؟ معمل التربة ده بيقوم بعمل اختبار مدى صلاحية المواد اللي انا هشتغل بيها. ده بشكل مجمل. يعني ايه؟ اي مادة او اي تربة او اي نوع صخر انا هشتغل بيه، لازم يعدي على المعمل عشان يشوف مدى صلاحيته ومدى مطابقته للمواصفات المنصوص عليها في مواصفة المشروع أو في الأكواد اللي أنا شغال بيها. بيبدأ من أول، ممكن يبدأ معاك من أول المحجر، إن أنت تنزل المحجر تشوف شكل المحجر عامل إزاي،
بالنسبة للعروق، بالنسبة لشكل الصخر اللي موجود أصلا، بالنسبة للكسارة اللي موجودة، بالنسبة للسرندات اللي موجودة، عشان أنا عايز مقاسات معينة. بعد كده بيبدأ إن هو يجيب لك عينات من المحجر. لو أنت مثلا هتشتغل بسن، يجيب لك عينات ويقول لك والله أنا دي العينات بتاعة المحجر اللي أنا عايز أشتغل منها. تبدأ أنت تعمل اختباراتك عليها وتشوف مدى صلاحيتها. تمام. طيب، عملت اختبارات بتاعتك ولقيتها صالحة أو لقيتها غير صالحة، بتعمل الريبورت بتاعك وبتقدمه للقسم الكواليتي عندك، وتقول لهم والله يا جماعة العينات دي صالحة أو مقبولة أو غير مقبولة. بناء عليه بيبدأ المقاول ده يورد الماتيريال بتاعته. يبدأ المقاول ده يورد الماتيريال بتاعته. طب هو يعني بيورد لإيه وعشان إيه؟ أنا لما باجي أعمل منشأ بعمله على تربة، على أرض. الأرض دي ممكن تكون صالحة للإنشاء وممكن تكون غير صالحة للإنشاء. طيب، مين بيحدد المعمل؟ مين بيحدد المعمل؟ المعمل هو اللي بيحدد مدى صلاحية التربة للإنشاء. بناء على إيه؟ بناء على اختبارات معملية أو حقلية. حقلية زي البليت لود مثلا. حقلية زي البليت لود، إن احنا ناخد بليت لود من الطبقة دي. ممكن نعمل دمك للتربة ونبدأ ناخد منها سيف. لو هي مقلقلة مثلا نعمل لها دمك عن طريق اللي هو الهراس، ونبدأ ناخد منها سيف. في البداية ناخد منها سيف نشوف مدى تصنيف التربة اللي معايا، يعني داخل في التصنيف اللي أنا ينفع أشتغل بيه. في حاجة اسمها تصنيفات التربة، اللي هو طبقا لحاجة اسمها الأشتو. ده بيصنف التربة معايا لفئات زي A1A A1B A24 لغاية A27 لغاية A7. فتصنيفات التربة دي بيكون منصوص عليها في المواصفة بتاعتي، والله انت تقدر تشتغل لغاية A3. ده شغال معايا. ابدأ ان انا اخد عينة، اعمل لها تدرج، بناء على التدرج بتاعي اطلع التصنيف بتاع التربة بتاعتي دي. تمام. طلعت التصنيف، والله جوه التصنيف بتاعي تمام، اشتغل عليها وابدا اعمل لها بروكتور وابدا اعمل لها الساند كون بتاعي. البروكتور اللي هو الصوره الربع اللي فوق على اليمين، والساند كون اللي هو الربع اللي تحت على الشمال. ده البروكتور وده الساند كون. البليت لود اللي هو تحت البروكتور على طول، ده جهاز البليت لود. آه ببدأ ان انا لما اخدت التربة خلاص اكسبت، اعمل يا عم عليها بليت لود، شوف لي الحمل بتاعها عامل ايه، عشان انا هأسس منشأ. المنشأ ليه حمل، الحمل بتاعي لازم اشوفه. كام بيرنج كاباستي، عشان البيرنج كاباستي بتاعتي كام بار، عشان ابدا ان او كام كيلو نيوتن على حسب الوحدة اللي انت شغال بيها. عشان أبدأ أصمم، أو المصمم يبدأ يصمم الأحمال بتاعته بناء على الكلام ده كله، سواء بقى هيصمم قواعد منفصلة أو قواعد متصلة أو لبشة أو هيعمل إيه بالظبط، عشان ياخد الكلام ده في الاعتبار. فأنت بناء على كلمتك أنت يبدأ هل يشيل التربة دي. طيب التربة دي لو طلعت غير صالحة، إيه اللي بيحصل؟ بيبدأ إن هو يشيل التربة دي بعمق معين. العمق ده اللي بيحدده الاستشاري بناء على حمل المبنى. انا خلاص التربه بتاعتي غير صالحه، فحمل المبنى اللي هيتحكم فيه بقى المصمم مش انا. المصمم هو اللي هيتحكم فيه، مصمم المبنى. فهيقول لي مثلا انا عايز بيرنج كباستي كذا، البيرنج كباستي بتاعه كذا، دي قصاد منها سمك طبقات او سمك احلال معين هيتعمل. فهنشيل الطبقات دي وهنبدا ان احنا نعمل احلال. الاحلال ده برضو هو اللي بيوصي عليه الاستشاري بتاعك بناء على الحمل التصميمي اللي بيصممه المصمم. يبدا يقول لك والله انا اعمل لي احلال رمل، اعمل لي احلال سن لرمل، اعمل لي احلال واحد لواحد سن الى رمل، يعني واحد سن لواحد رمل. طبعا هو لما بيجي يعمل الكلام ده بيعمله حجمي. انت لما تيجي تختبر في المعمل تختبره وزني، بس بتلاقيهم قريبين من بعض. يبدأ ان هو يشوف منسوب المية الجوفية، وبناء عليه يبدأ ان هو يحط الاحتياطات اللازمة، سواء هيحط احتياطات او مش هيحط. يعني ممكن منسوب المية بعيد، ممكن المية راكدة، المية متحركة. هيعمل طبقة فلتر، مش هيعمل طبقة فلتر، هيجيب حاجات تنزح المية دي.
فالاحتياطات او الحاجات دي كلها بتبان معانا من الجسات اللي بناخدها، اللي بيحللها وبيطلع تقاريرها معمل التربة بتاعي. تمام كده يا شباب، ولا لسه في حاجة في معمل التربة؟ طيب ندخل على دور او مهام مهندس المعمل اللي بيكون متواجد في المعمل، سواء تربة او خرسانة او اسفلت. احنا تقريبا يعني قلنا حاجات كتير منها واحنا شغالين كده. اولها ان انت بتكون بتشرف على الاختبارات اللي بتتم داخل وخارج المعمل. انا في المعمل متواجد، موجود معايا فنيين. الفنيين دول بيبدأوا ان هم يعملوا الاختبارات دي. هم عارفين الهاو، يعني ازاي يعملوا الاختبارات. هو واخدها صنعة، لكن انت كمهندس معمل انت عارف الواي، يعني ليه بتتعمل كده. تمام. فبناء عليه حاجات كتير انت ممكن تشوفها بعينك، تقول له مثلا لا عدل دي، لا اعمل دي كذا، لا ما تعملش الغلطة دي، لا حط دي قبل دي. هو حافظها، حط دي بعد دي، دي بعد دي بعد دي. بس انت ممكن تيجي في عينة انت عينك جايبة حاجة او هيترتب عليها حاجة مش هتكون يعني مش هتطلع النتيجة بتاعتك دقيقة يعني، او حاجة كويسة. فانت عارف الواي، يعني ليه انا بعمل الاختبار، وبناء عليه انت اللي بتتحكم. فلازم تكون مراقب على الراجل بتاعك، الفني بتاعك اللي شغال ده، مراقب عليه وهو بيعمل الاختبار. تمام. هو ممكن مثلا يستعجل في رفع الكون وهو بياخد السلامب بتاعك. لا، قول له ما تستعجلش، لان الاستعجال ده يوقع السلامب بتاعك. انت فاهمها. هو مش فاهم كده، هو فاهم ان هو لما يرفع ويلف الكون، لا هيليس الخرسانة من بره، فالكون الارتفاع بتاعه هيثبت، فهيديله ارتفاع كويس، فهيديله سلامب كويس. لكن انت شايف الخرسانة بعينك ان هي مش هتعمل الكلام ده معاه. تمام. بعد كده النتائج اللي هو بيديها لك او النتائج اللي هو بيطلعها انت اللي بتقيمها، انت اللي بتقول النتائج دي اكسبت او نوت اكسبت. النتائج ممكن يكون فيها ايرور، ممكن يكون فيها حاجة مثلا في النص. يعني مثلا كنا بنشتغل البروكتور، فانت في البروكتور المفروض نسبة المية بتاعتك تزيد 2%، بتحط 2%، 4%، 6%. الناس اللي راحت اتدربت في معامل الهندسة أكيد فاهم الكلام ده كله. 2%، 4%، 6%، 8%. فأنت عندك مثلا لقيت الفني جايب لي التقرير بعد ما جفف العينات وهو بيضيفها، ولازم ياخد عينة يجففها عشان نحسب نسبة المية. جايب لي التقرير 2%، 4%، 6%، 5%. تمام. انت تقول له ازاي ده حصل، يقول لك اصل العينه جابت كده. العينه جابت كده، يبقى هو على طول انا دماغي على طول تشتغل. الراجل ده غلط في ترقيم عينه، جاب عينه اللي قبل دي مكان دي. على طول غلط في ترقيم عينه، او خد عينه مرتين وكتب عليها الرقم تاني وهو مش واخد باله. على طول دماغي هو بالنسبه له عارف انا جبت العينه وزنتها ادتني النسبه دي، خلاص يبقى هي النسبه دي. يا عم ازاي انا حاطط 2، 4، 6، 8، ازاي تديني تنزل مثلا كم من 10، تطلع نص في المية، تنزل 1%، لكن ما تنزلش عن اللي قبليها. هو بقى بالنسبه له لا، هي القيمه هي. فانت ده دورك، ده دورك انت تكون اويرنس او بالواي، ليه احنا بنعمل الكلام ده كله. بناء عليه تبدا تقول الكلام ده غلط، ما ينفعش ان هو يكون موجود حتى لو ده الواقع اللي حاصل. حتى ممكن العينه نفسها تلغيها وتبدا تجيب عينه جديده وتشتغلها من اول وجديد عشان تطلع النتيجه المظبوطه. وحصلت كتير. الفني مثلا يكون شغال وانت مشغول في تقاريرك وحاجتك ويطلع لك نتيجة تبص فيها لا النتيجة دي غير معقولة، غير مقبولة. فهات عينة تاني اشتغلها، تطلع النتيجة قدام عينك، تطلع تكتشف الغلط اللي هو عمله وتطلع النتيجة صحيحة. فتقييم النتائج واعداد التقارير ده بتاعك انت اللي بتكون ملم بيه، وانت المسؤول عنه في الاول وفي الاخر. طالما هو سلمك النتيجه وانت خدتها واشتغلتها وعملت التقرير بتاعها ومضيت عليه وطلعته، انت المسؤول عنه. طيب ايه تاني مهام مهندس المعمل؟
بيشارك في إعداد خطة الجودة. أي شركة محترمة بيكون فيها قسم الكواليتي. قسم الكواليتي دي بيكون ليه خطة عامة، مين بيسلم، مين بيستلم، مين بيروح، مين بيجي، اختبارات اللي بتحصل، المعمل مين فيه، مين التشارت، الناس بتاعت الناس اللي موجودة عندي، الكلام ده كله، الاختبارات اللي بتتعمل، الحاجات دي كلها انت بتشارك في اعداد خطة الجودة مع الناس بتوع الكواليتي، مهندسين اللي هم السيفل المدني. انت بتشارك معاهم في الجزء بتاع المعمل بتاعك. هو بيسألك انت بتديله معلومات بالناس اللي عندك، المعمل بتاعك ايه الاختبارات اللي انت بتعملها ازاي، البروسيدور بتاعك، الاكواد اللي انت شغال بيها، الكلام ده كله. بتراجع المواصفات والاكواد الخاصة بالاعمال. اي مشروع بيكون له مواصفة، العميل هو اللي بيعملها، يعني بتيجي عن طريق العميل، سواء هو اللي عاملها او جايب مكتب يعملها له. بيديك المواصفة دي، انت بتذاكر الجزء اللي يخصك اللي هو جزء المعمل، سواء تربة، سواء خرسانة، سواء اسفلت، ايه المطلوب عندك، ايه كذا ايه كذا ايه كذا. طب والاكواد الخاصة بالاعمال، يعني الكود اللي يعني هو بيقول لك، طيب لو المشكلة هو ساعات بيديك حاجات عامة، ويقول لك مثلا according to بناء او طبقا لاستم مثلا 1556 دي 1556 او استم دي 1557 اللي هو بتاع الساند كون، اللي هو بتاع البروكتور، و56 ده بتاع الساند كون. فانت ترجع للكود اللي هو استم دي 1556 عشان تشوف بيقول ايه، او نسبة النجاح في ايه، او نسبة السقوط في ايه. هترجع للكود بتاع دي 1557 عشان تشوف ال الكود بيقول ايه، نسبة النجاح ونسبة السقوط في ايه، او الاختبار بيتعمل ازاي، موجود برضو في الكود. تمام. ده بالنسبة لمراجعة المواصفات والأكواد الخاصة بالأعمال. ساعات المواصفات بتكون بره الأكواد، يعني أنا مثلا حاليا شغال خرسانة مع عميل إيطالي، شركة تكنيب الإيطالية، شغال درجة حرارة 30. هل في كود بيقول إن أنا أشتغل درجة حرارة 30 ماكسيمم؟ لا، الكود المصري بيقول 35. الكود الامريكي بيقول 32 في الاجواء البارده و35 في الاجواء الحاره. انا يعتبر مصنف من الاجواء الحاره، اللي هو سي 94 لسنه 2024. سنه 2024 ده اخر تحديث للكود الامريكي اللي هو استم سي 94 2024. بيتكلم ان انا درجه الحراره اللي انا اشتغل بيها ماكسيمم ما تزيدش عن 35 في الاجواء الحاره و32 في الاجواء البارده. هو هنا في حاكمني، انا شغال في الصعيد، في اسيوط، شغال درجه حراره 30، حاكمني بكده. فبضطر ان انا اجيب تلج، وبضطر ان انا اجيب شيلرات عشان تبرد الميه، واخيش العربيات اعمل عليها خيش من بره وابردها بميه ساقعه، وحوارات كتير عشان اقدر ان انا اوصل درجه الحراره دي. ده اشتراطات عميل وانا وافقت عليها، الشركه يعني وافقت عليها، فخلاص نو بروبلم ان شاء الله يعني. فده من مهام مهندس المعمل. مهام مهندس المعمل ان هو بيشارك في الاجتماعات مع العميل، ويكون بيبدأ الرأي بتاعه في ما يخصه برضه. يعني مثلا دلوقتي حصلت مشكلة عندنا في الخرسانة، عنصر وقع. مش معنى وقع ان هو انهار، لا، عنصر وقع معناه ان هو حصل الاجهاد بتاعه ما جابش الاجهاد بتاعه، يعني اجهاد الخرسانة ما جابتش الاجهاد، فده بنسميه عنصر وقع. فبنقول مثلا بنشارك في الكلام ده. هنحل المشكلة ازاي؟ والله هنعمل اختبارات غير متلفة، اشميدة هامر وكلام من كده، او ممكن نشوف الالتراسونيك لو هتفيد معانا في حاجة. طيب مفيش، طب ندخل بالكور، ناخد كور ونبدأ نقيم الكور ونقيم النتائج بتاعته والكلام ده كله. طيب ده من ضمن المشاركة في الاجتماعات. متابعة معايرة الأجهزة ومعايرة المحطات. أنا عندي أجهزة في المعمل بتاعي، طبقا للكود لازم تكون الأجهزة دي متعايرة إزاي؟ يعني بيجي ناس معاها أجهزة بتخضع لرقابة هيئة الموازين اللي هي موجودة في القاهرة. دي هيئة تابعة لهيئة دولية، عندهم حاجات ستاندر ومواد ستاندر ما بتتمددش ولا بتنكمش.
بالحراره والبروده، وبتكون محفوظه في درجات حراره معينه بحيث ان هي ما يحصلهاش اي تغير. بيقدر ان هو يعاير الاجهزه بتاعه مكتب المعايره ده، وهو يجي يعاير لي الاجهزه بتاعتي ويقول لي جهازك ده تمام، اشتغل بيه. لو عندي ميزان مثلا معاه موازين كده متعايره، يبدأ يحطها ويقول لي مثلا في عندك تفاوت. طبعا ليك حدود مسموحة على حسب الجهاز اللي انت شغال بيه. ده بالنسبة لمعايرة الأجهزة. معايرة المحطات معايرتها بتكون معايرة موازين في الغالب يعني المحطات الخرسانة مثلا عندك ميزان رملة، ميزان سن، ميزان مادة، ميزان مية. السن طبعا في كم ميزان، مش ميزان واحد. عندك لو عندك تلج في ميزان للتلج. ندخل بقى في معايرة محطة الأسفلت، برضو عندك ميزان بتومين، ميزان السن، ميزان البودرة. الكلام ده كله موازين. فده مين المسؤول عن معايرة الكلام ده كله وإن الشهادات تكون سارية؟ هو مهندس المعمل، هو المسؤول عن الكلام ده كله. آخر حاجة معانا في مهام مهندس المعمل إعداد الخطة اللازمة لمتابعة الاختبارات الدورية طبقا للمواصفات والأكواد المنصوص عليها. أنا دلوقتي لما بيجي لي المواصفة بتاعتي أو المواصفة اللي جاية لي، بيقول لي والله أنا عايز اختباراتك في حاجة اسمها اختبارات دورية. الاختبارات الدورية ديت اللي هي بتتم على المواد اللي جايه لي. مثلا لو انا شغال في محطه، فانا بيجي لي سن ورمل والكلام ده كله. آه، في اختبارات اللي هي اليوميه اللي هي بتتعمل، اللي هو السيف والمش عارف ايه والكلام ده كله. في اختبارات زي الكيمياء مثلا، اختبارات زي الساوندنس، زي مثلا هنقول ايه تاني، اللوس انجلوس، الكلام ده كله. طيب الاختبارات دي هل ان انا اعملها كل يوم مثلا؟ لا طبعا. طب اعملها امتى؟ براجع الاكواد. هو بيقول لي مثلا اكوردنج تو مثلا الكود المصري، اكوردنج تو او طبقا للكود الامريكي، طبقا للكود البريطاني مثلا. تمام. فبناء عليه ابدا ان انا اقول اشوف الاختبارات في الكود دي بتتعمل كل قد ايه، وابدا ان انا كل فتره في الفترات دي ابدا ان انا اعمل الاختبارات. يعني قدامنا الصوره اللي قدامنا دي صوره واقعيه من الكود المصري. الكود المصري فيها الاسمنت، وفيها الركام، وفيها ماء الخلط، وفيها الاضافات، فيها صلب التسليح. بس ده ما يخصناش قوي، يعني احنا اللي يخصنا الاسمنت والركام. وكل واحد قدامه الاختبارات بتاعته، وكل اختبار قدامه الكمية او الفترة، المدة اللي هي المدة الزمنية اللي انا اعمل فيها الاختبار بتاعي. يعني هو مثلا هيقول لي مثلا ان مثلا اختبار زي اختبار الاسمنت، الخصائص الفيزيائية والميكانيكية وزمن الشكل وبقيه الاختبارات والتحليل الكيميائي والكلام ده كله، بيقول لك عند بدايه التوريد، او كل 5000 ايهم اقرب، او مره ومره كل شهر، او ايهم اقرب. يعني ايه ايهم اقرب؟ يعني لو ما كملتش المده دي وعدى شهر، اعمل الاختبارات بتاعتي. طب لو عدى شهر وما كملتش الكميه دي، اعمل الاختبارات بتاعتي برضه. تمام كده. ده بالنسبة طبعا انت بتحط خطة، بتحط الاختبارات المطلوبة وقصادها المدة اللي المفروض انا اعمل فيها، وابدأ ان انا كل فترة احدث الاختبارات بتاعتي، واطلب ان انا اعمل الاختبارات بتاعتي سواء عندي في المعمل او لو هبعت معمل خارجي، لو انا المعمل بتاعي مش مجهز بالكلام ده كله. ده من مسؤوليات مهندس المعمل. ندخل على الكورسات بتاعتنا. طيب الكورسات بتاعتنا النصيحة بس للناس، ما تاخدش كورسات غالية طول ما انت مش شغال بيها. يعني لو هتشتغل سيفتي، هتشتغل هندسية، هتشتغل بترول، هتشتغل خد الكورسات اللي هي السهلة البدائية، بحيث ان انت ما تكلفش نفسك في البداية ومن شغلك تصرف على الكلام ده، وبرضه ما تكلفش اهلك. يعني انت مثلا في السيفتي مثلا ممكن تاخد كورس اللي هو الاخصائي، ممكن تاخد كورس اللي هو الاوشا. ما تروحش مثلا تاخد النيبوش مثلا عامل 25,000 جنيه. ليه تاخده وانت مش شغال بيه او مش شغال دلوقتي؟ والله اعلم لما تيجي تشتغل هل هتشتغل في السيفتي ولا تشتغل في مجال تاني. تمام. زي برضو الناس اللي بتروح تاخد ماجستير او دكتوراه وهي أو تبدأ ماجستير وهي مش شغالة في الحاجة دي. واحد مثلا عايز يحضر في البترول، طب انت شغال في الاستشارات، بتحضر ليه في البترول؟
ما انت خلاص عدى عليك سنتين 3 في المجال اللي انت فيه، هتروح المجال التاني ازاي؟ واحد شغال في التعدين مثلا وهو حب او شغال في البترول وهو حب التعدين ويروح يحضر في التعدين، هو نفس النظام. ما تاخدش كورسات غالية غير لما تكون آه يعني شغال في الحاجة دي، بحيث ان الشغل هو اللي يصرف على الكلام ده، وساعات شركات هي اللي بتديك الكورسات. طيب احنا عندنا دلوقتي اول كورس معانا واهمهم واغلاهم، يعني بكلمكم في الرخيص بس انا هكلمكم على ده لانه ده اهم من اهم الكورسات ومن اغلى الكورسات اللي احنا هناخدها. كورس اسمه الاي سي اي او امريكان كونكريت انستتيوشن، المعهد الامريكي للخرسانه. المعهد الامريكي للخرسانه ده عباره عن معهد بيعمل ابحاث، كل ابحاثه في الخرسانه. حاليا الكود الامريكي عاد بياخد الابحاث والحاجات المواصفات اللي بيحطها المعهد الامريكي ويحطها في الكود بتاعه ويريح دماغه من الاخر. يقول لك اكوردنج تو مثلا اي سي اي 211 او اكوردنج تو اي سي اي 214. تمام. ده بالنسبه للاي سي اي. الاي سي اي ده كورس ليفل عالي، هو عباره عن كذا جريد. اول حاجه اللي هو التكنيشن، اللي هو بيعلمك الاختبارات الاساسيه، اللي هم 5 اختبارات، اللي هو السلامب والحراره والاختبارات دي. بعد كده تدخل في الهاردنس كونكريت، اللي هو ازاي تعمل الكابنج بتاع الاسطوانات، المكعبات، تكسير، تقييم الاجهاد لو حاجه وقعت، لو حاجه اتعملت، لو الكلام ده كله. الكورس ده غالي جدا، يعني هو حاليا في مصر بيدخل له في حوالي برضه 25,000 $300 الامتحان بتاعه، و9000 الشرح بتاعه، واللي بيديه المركز القومي للبحوث، بحوث الاسكان والبناء. المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء. الاي سي اي عالي جدا، وخصوصا الناس اللي بتفكر في السعوديه مثلا او الامارات او الكلام ده كله. الكورس ده عالي ويحطك في مكان كويس جدا الاي سي اي ده. لكن هو مكلف جدا برضه، يعني انا لغايه دلوقتي 7 سنين في المجال اهوت، لغايه دلوقتي انا ما خدتوش. ليه؟ لانه مكلف. الشركه عندي بتديه، بس بتديه لليفل المديرين، اللي هو المدير عام مساعد، يعني حاجه و40 سنه مثلا. ليه؟ لانه هو محتاج ليفل فيه معين عشان يبقى مانجر. فلازم ياخد كورس الاي سي اي. حد عنده سؤال في موضوع الكورس بتاع الاي سي اي ده؟ طيب معلومة أخيرة، الاي سي اي متخصص في الخرسانة بس. الاي سي اي متخصص في الخرسانة بس. ندخل على الكورس اللي بعده. ده كورس اللي هو الايزو. كورس الايزو 17025 اللي كان بيسألني على كورس الايزو من شوية. ده بعد انا إذنك حاصل. هندسة بس، اتفضل. هو أنا مش ممكن أشوف المحتوى اللي هو الكورس بيقدمه لي وأبدأ أجمع أنا الحاجات دي من غير ما أخده مثلا مع المركز القومي للبحوث ده؟ بس مش هتبقى سيرتيفايد، انت برضو محتاج ان انت يبقى معاك شهادة سيرتيفيكيشن. ما هو أنا ممكن بقى أدخل الامتحان بس اللي هو حضرتك بتقول بمبلغ معين وأوفر فلوس للشرح اللي هي حوالي 10,000 دي. اقول لك على حاجة، المشكلة في الامتحان ده ان هو في شقين، جزء عملي وجزء نظري. الجزء العملي منه اختبار مش هتلاقي الجهاز بتاعه في اي مكان، اللي هو مم. بتاع الاير كونتنت. عن طريق في الاير كونتنت بيتعمل بطريقين، الطريقة الحجمية وطريقة الضغط. حلو كده. طريقة الضغط ده موجود في كل المعامل، وفي أغلب في 99% من المعامل. الطريقة الحجمية الجهاز يعتبر مش موجود في مصر غير عندهم. فأنت ممكن حلو. تشوفه اليوتيوب، يعني هتلاقيه على اليوتيوب. تمام. لكن فاكيوم مش هتلاقيه في شامبر. معمل. إيه؟ فاكيوم تمام. شامبر. مش سامعك والله. بقول فاكيوم شامبر، يعني بيسحب الهواء من الهاند سبيسمن او الروك نفسه. ده اللي متوفر في المعامل، لكن اللي هو الفوليوم ده اللي مش متوفر. البريشر ده هو اللي متوفر في بقية المعامل، لكن اللي هو بالضغط ده مش متوفر، اللي هو بالحجم ده مش متوفر غير في المراكز البحثية.
دي حاجة. تاني حاجة، الامتحانات بتاعتهم مش بيسألك في اختبار كاختبار، مش بيسألك في حاجة كحاجة. هو مثلا ممكن يجي يقول لك مثلا شكل العمود او قضيب الدمك اللي انت انا شفت الامتحانات بتاعته، بيقول لك مثلا شكل الرأس بتاعت قضيب الدمك اللي انت بتدمج بيه الاسلامب اللي انت شغال بيه، الشكل ده ليه مسمى. تمام. أيوة. الشكل ده يعني اسمه ايه؟ تمام. طيب هو لو انا انت لو مش عاوز اوصل، مم. لو انا هتوصل، عاوز انا مش بقول اوصل، لك لا، انا مش بقول لا لك لا انت مش مش قصدي هتوصل. كده، بس انا اقصد لو انا عاوز اوصل لنسخة تجريبية من الامتحان ده او الاسئلة اللي بتكون موجودة، يعني في على ممكن اجيبها اليوتيوب، منين؟ في على اليوتيوب، في حد كان شارع على اليوتيوب الامتحان تمام. موجود. تمام. لكن الامتحان متغير، دي حاجة. تاني حاجة ان انت برضه هتدفع $300 تمن الامتحان. ايوه ايوه. انت فاهم؟ فانت لو انت مش كفاءة تمام ان انت هتدخل الامتحان هتعيد تاني، وال $300 راحوا عليك. طيب انا عاوز افهم بس، هو الاختبار ده هيساعدني في ايه يعني؟ اولا ان انت هتبقى عارف الاختبارات. آه الاختبار هيساعدك في ايه ولا الشهادة؟ الشهادة. اه. بداية انت هتبقى عارف الاختبارات. يعني زي ما بقول الكتاب، حلو كده، عملي ونظري. تمام. تمام. هتبقى ملم بالكود اللي هو بيتكلم بيه، اللي هو الكود الامريكي يعني، في الاجزاء اللي هو بيشرحها في الليفل اللي انت بتاخده، لان هو كذا ليفل زي ما انا قلت. تمام. تمام كده. هتبقى هتبقى حاجة يعني هو بيديك موثوقية قدام العملاء اللي انت هتشتغل معاه. يعني لما بيجي مثلا عشان تاخد اللي هو الايزو اللي هو اللي احنا بنتكلم فيه ده، اللي احنا هنتكلم فيه اللي هو الايزو 17025 ده، عشان تيجي ان انت تاخده او يدي المعمل بتاعك الكلام ده، بيجي يدور على الناس ايه الشهادات او ايه الكورسات التأهيلية اللي هم واخدينها. حلو. هو طب هو ايه؟ الكلام ده يعني الشهادة دي لها ثقل في مصر ولا ده بره مصر؟ لا، بره مصر. امم. في مصر ما حدش بيسأل عليها. ما انا ممكن عارف عارف. الناس يعني، بص انت في مصر هنا ممكن الناس تبص لك ان انت واخدها، اوه واو ده انت يعني خطير. انت فاهمني؟ انت ايوه معدي. لكن انت معدي لنفسك من الاخر. ايوه لكن بره مصر لا، الناس اصلا يعني يعتبر الشهادات دي هي دي اللي بيعتد بيها. ايوه ايوه. انت فاهمني؟ وهي يعتبر وهي من الشهادات الدولية، ودي حاجة كويسة ان انت تبقى واخد شهادة دولية، دي حاجة يعني حاجة عالية. ايوه تمام. تمام. بعد كده تسلم الكورسات برضه. تمام كده ولا لسه في حاجة؟ تسلم تسلم، لا تمام. تمام. طيب بعد كده ندخل للكورس اللي بعد كده، كورس الايزو 17025. الكورس ده خاص بمعامل المعايرة ومعامل الاختبارات. الكورس ده ما هواش كورس تكنيكال زي ما احنا كنا بنتكلم على الاي سي اي، بيعلمك الاختبارات وطريقة الاختبار وشكل الحاجة وازاي تعملها وعمل مناظر. لا، ده كورس يعتبر كورس اداري، كورس تنظيمي. كورس بيخليك ازاي تنظم المعمل بتاعك. والكورس ده بيكون او الشهاده دي بتمنح في الاختبار، ما بتمنحش في المعمل. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش اجي اقول المعمل ده واخد ايزو 17025، لا، المعمل ده واخد ايزو 17025 في اختبار الساند، واخد ايزو 17025 في اختبار مثلا الساندكون واختبار البروكتور واختبار السلام، وهكذا. فالشهاده دي تمنح في اختبارات لكن ما تمنحش في معمل، ما تمنحش في المعمل. ايزو مثلا 9001 ده تمنح في المعمل. يعني ممكن اقول المعمل ده واخد ايزو 9001، لكن ايزو 17025 دي تمنح للاختبارات، ودي تهمنا اكتر من 9001 كمهندسين معامل او كمختبرات. تهمني اكتر ان انا يكون عندي 17025 في الاختبار ده، بيكون لها سيريال نمبر، وبيكون وبتكون مرقمه وبتكون موجوده، وليك الحق ان انت تحطها كلوجو على اي تقرير بتطلعه للاختبار اللي انت حاصل فيه على الايزو ده.
طب الايزو ده اداري، يعتبر حاجه تنظيميه، اللي هو زي ايه مثلا؟ زي طريقه حفظ العينات، بتحفظها ازاي؟ زي ان انت عامل مثلا طريقه معينه لترقيم العينات بحيث ان العينات دي ما تتوهش، هو بيقول لك ازاي الكورس ده. طيب زي ان انت مثلا بتكون معلق السبيسيفيكيشن، المواصفه بتاعه الاختبار اللي انت هتاخد فيه الايزو، او اللي انت واخد فيه الايزو ده، يكون الشهاده بتاعته متعالجه. ممكن تاخدها في اكتر من اختبار، مش لازم اختبار واحد، بحيث ان المعمل كله يبقى عندك حاصل على 17025 بس في الاختبارات، مش المعمل. تمام. ان انت عندك عندك نسبة اكيورسي، نسبة دقة عالية، بحيث ان هو بيقارن ما بينك وبين كذا معمل، وياخد كذا عينة لكذا حاجة، وتعمل نفس الاختبار ليها وتطلع نفس النتائج او النتائج متباعدة، ويشوف نسبة التشتت والانحراف المعياري اللي في النتائج بتاعتك، ويبدأ يقيم النتائج بتاعتك، ويقول لك ان انت النتائج دي متقاربة ولا متباعدة، والاكيورسي بتاعك قد، وبناء عليه تاخد الاعتماد بتاع ايزو 17025. الايزو 17025 كاشخاص مهم بره مصر، كاختبارات مهم جوه مصر. يعني ايه؟ يعني الشهاده اللي قدامكم دي الشهاده بتاعتي انا حاصل عليها ايزو 17025 من من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة. تمام. هل هي مهمة هنا في مصر؟ لا مش مهمة، ولا حد هيسألك على الشهادة دي، لكن اللي هيسألك عليها بره مصر. ليه؟ لأن هم مهتمين ان هم ياخدوا الايزو 17025. في هنا في مصر بيهتموا ان هم ياخدوا الايزو 17025 بس للاختبارات، زي ما انا قلت، للاختبار بتاعه. يعني انا عندي الشركة واخداه في اختبار الشد بتاع الحديد، واخدين ايزو 17025، لكن بقية الاختبارات لا مش واخدين. الكورس اللي قدامكم ده من المركز القومي للبحوث، ده غير المركز القومي للبحوث الإسكان والبناء. ده المركز القومي للبحوث قسم الهندسة المدنية. ده كورس كان زي انترودكشن للكواليتي كنترول في مجال السويل، الخرسانة، الأسفلت. ده كان حاجة مختصرة كده، تعريفية، كأن بالمجال. يعني كنا واخدينها اول كنت واخدها في يعني سنة 21، في البداية خالص. كنا واخدين الكورس ده، بيعرفك يعني ايه هي الاكواد دي، بتقدر ان انت تقرا الكود ازاي، يعني ايه سكوب، وخصوصا الكود الامريكي، هم هنا بيتكلموا بالكود الامريكي مش الكود المصري خالص. تقرا السكوب، التولز، الحاجات دي كلها، ازاي تقرا الكود نفسه وتطلع المعلومه اللي انت عايزها من قلب الكود. فكان الكورس ده في الاسفلت والتربه والخرسانه، يعني الاكواد دي كلها، ازاي تقرا الكود وازاي تطلع المعلومه اللي انت عايز تعرفها من جوه الكود ده. تمام. ده بالنسبه للكورس بتاع الكواليتي كنترول، لاب كواليتي كنترول. بعد كده كان في كورس ثالث أخير. ده كورس كان بيقدمه المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء. كان عبارة عن دورة عملية في اختبارات خواص الخرسانة الطازجة والمتصلدة. ده كان طبقا للكود المصري، ف ده كل فترة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بيعلن عن كورسات عنده. ممكن تتابعوا صفحته موجودة على الفيس، انتوا تتابعوها وتبدأوا ان انتوا او عايزين. بس هو كورساته يعني غالية برضو، يعني لحد ما، يعني مثلا 2000 ونص حاجات كده برضو. فأعتقد ممكن يكون في خصم للطلاب او حاجة زي كده، مش عارف. لكن ممكن ان انتوا تشوفوهم يعني لو حد مهتم، وخصوصا اللي هم يعني خلاص بتخرجوا. بس نصيحة، ما تاخدش كورسات غير وانت شغال. يعني نصيحتي ليكوا كطلبة او حد على وش تخرج، ما تاخدش كورسات غير وانت شغال، لان انت مش عارف هتشتغل في ايه اول ما تتخرج. دي حاجة. تاني حاجة، لما تيجي تاخد الكورس هتبقى فاهم انت بتاخد في ايه، او ايه الكلام اللي بيتقال. يعني اختبارات الخواص الخرسانة الطازجة والمتصلدة، لو انت مش شغال مش هتفهم الراجل ده بيقول ايه.
يعني هو بيتكلم في حاجة ادفانسد شوية، حاجة ادفانسد. عندي عنصر وزي ما قلنا سقط، وقع، فايه اللي هعمله؟ طب اللي انا عملته ده ازاي اقيمه؟ ازاي اطلع نتائج منه؟ ازاي اقول النتائج ده اكسبت ولا نوت اكسبت؟ يعني حاجة ادفانسد شوية. تمام. اختبارات. في اختبارات من الحاجات دي انا لغايه دلوقتي ما شفتهاش، زي مثلا اختبار التحميل. انا عندي مثلا عنصر وقع، عملت له كور سقط، ممكن اعمل له ايه بقى؟ ممكن اعمل له اختبار تحميل. اختبار تحميل ان انا احمل عليه حمل ما يعادل الحمل التصميمي بتاعه اللي انا مصممه عليه، وابدا اشوف قيمه الهبوط اللي حاصله. وقيمه الهبوط اللي حاصله دي اللي هو الترخيم اللي يحصل في السقف او في العنصر اللي انا عامله ده. لو هو مثلا بلاطه سقف، ولو في تشريخ، التشريخ ده آه كام ملي، وبيزيد ولا ما بيزيدش، ولما انا شلت الحمل التشريخ ده قفل ولا فضل فاتح، وهكذا. فده نصيحتي. انت عايز تاخد حاجة، ابدأ الأول بالحاجات اللي هي اليوتيوب زي ما انا قلت. في حاجات اللي هي على اليوتيوب اللي هي المفتوحة، اللي هي الاختبارات، انت تتعلم الحاجات البسيطة، اللي هو الاختبار بيتعمل ازاي، الحاجة دي بتتعمل ازاي، الكلام ده كله، دي حاجات تبدأ بيها. عايز بقى تدخل بقى في الكورسات وتاخد الكورسات وانت شغال، بحيث تبقى فاهم الناس دي بتقول ايه، تبقى فاهم انت عايز ايه برضو من الكورس ده. يمكن انت شغال تربه، فانا عايز افهم تربه، مش عايز افهم خرسانه. انا دلوقتي ده شغل خرسانه، انا عايز افهم تربه. انا اشتغلت خرسانه فانا عايز افهم خرسانه. اشتغلت اسفلت فانا عايز افهم اسفلت. زي مثلا في دوره كانت بتعملها برضو هيئه الطرق والكباري، كانت بتعمل دوره شامله كده، اسفلت وتربه وخرسانه في المعامل بتاعتها. في ناس، بس الكلام ده كان لغاية 2020. بعد 2020 أنا ما سمعتش عن الدورة دي حاجة، وما اعرفش لسه هيئة الطرق بتعملها ولا لا. لو انتم مهتمين ممكن تدوروا. احنا كده الحمد لله خلصنا السيشن بتاعنا، ويا رب يكون مفيد ليكم، ويا رب يكون استفدتوا.